لك هذا المعنى معنى موثوقية السيرة هو الذي لخصته في الأطروحة لما قلت هناك فرق بين الرواية الشفهية الساذجة والرواية العلمية الحقيقية، وأن السيرة النبوية هي من قبيل الرواية العلمية المستندة إلى الحقائق. هذا هو المعنى الذي. نعم، هو كذلك. أنا في هذا الموضع الذي تشير إليه تكلمت عن شيء سميته الشفهية العالمة. نعم. لماذا الشفهية العالمة؟ لأن أكبر ما وجه للسيرة النبوية من النقد، أكبر نقد يكرر نعم. في السيرة النبوية، أعني ليس النقد هذا اللي نقد الباحثين في السيرة اللي هو المفهوم الخاطئ اللي تكلمنا عليه، أنه يظن أن السيرة النبوية لم تنل نصيبها من النقد. نعم. قلنا الجواب ليس صحيحا، نالت نصيبها من النقد، لكن ليس نفس النقد الذي نجده في كتب الحديث، نقد من نوع آخر، نقد تاريخي بحسب الآلات والمعايير المتوفرة لعلماء السيرة النبوية. لكن النقد الذي ينقدها به المستشرقون والحداثيون هو أن السيرة غير موثوق بها أصلا، يعني مجرد مرويات وأخبار، وبعضهم يقول خرافات تمثلات كتبها المسلمون إما بحسب ما تلقوه شفاها، وبعضهم يصور المسلمين بصورة أخرى، بصورة أنهم تقصدوا هذا التحريف من أجل أن يبنوا لأنفسهم تاريخا. هذا غير الذي يعنينا. هذه الصورة الأخرى اللي هي الرواية الشفهية. هذه الرواية الشفهية ما هي؟ الفكرة مأخوذة من النقد الأدبي والرواية الشفهية في النقد الأدبي. احنا عندنا في المجتمعات الناس دائما كاين حكايات تتناقل شفهيا، ما هيش مكتوبة، ما هيش أنت سمعتها من أبيك وأبوك سمعها من أبيه. هذا النوع من الأخبار ليس تاريخا، هذه رواية شفهية. قد تكون اللي استقر عليه اليوم نقدت التاريخ ونقدت هذه الرواية الشعبية أنه قد تكون لها نواة هي أصل القصة، ثم بعد ذلك زيد فيها وغير فيها ما جعلها قصة لا علاقة لها بالقصة الأولى. السبب في هذا ماذا؟ السبب في هذا أنه نقل شفهي على بداهة العامة. فإذا فيه شيئين، فيه أنه نقل شفهي وزيد على بداهة العامة، مشي على عناية المعنيين بنقد الأخبار. ولذلك لو تجربها إلى اليوم، ويقال أن بعضهم يجربها إلى اليوم، يحكي خبر إلى شخص، لا ينبهه إلى أنه أولا لا ينتقي الشخص الذي يحدثه، لابد أن يكون من عموم الناس، وثانيا لا ينبهه إلى أن هذا النقل ينبني عليه أثر، وأن الناس الذين من بعدك سيبنون عليه أحكاما ولا أخبار ولا يستنبطون منه سيرا. لا، مجرد حكاية. هذاك الشخص أكيد أنه مش يعطيها القيمة تاعها أنها أن الأجيال من بعده ستبني عليه. ربما هو في نفسه غير مؤهل للنقل الكامل، ويزيد على ذلك أنه ربما يزيد فيها وينقص ويعدل، ينقلها إلى الثاني يفعل مثل الأول، هو غير مؤهل للنقل الأمين، وزيد يتصرف. كيف تخرج الحكاية؟ تخيل حكاية بين شخصين وش يحصل لها من التغيير، كيف بعد جيلين أو 3 أجيال أو أكثر مشوهة تشويها تاما. وهذا اللي يعرف اليوم الأساطير الشعبية، فيها هذه الميزات اللي هي نقل شفهي على بداهة العامة. هذا أمر غير موجود في السيرة. الآن هذاك المعنى هو الذي أراد أن يطبقه المستشرقون لما نقدوا السيرة النبوية. قالوا رواية شفهية وربطوها بابن إسحاق. ابن إسحاق أول من كتب في السيرة، كتب سيرة وهو توفي سنة 150 هجري. وش النتيجة التي يقدمونها للناس؟ أن سيرة الرسول روايات بقيت تتداول شفهيا 150 سنة ثم دونت. الآن أنت تخيل قصة ولا خبرا تداوله أجيال شفهيا 150 سنة، كم تكون درجة التشويه التي وصل إليها؟ درجة كبيرة جدا. ولذلك يقولون السيرة النبوية ليس فيها لا يصح منها إلا نواة، أنه ربما شخص هذا محمد صلى الله عليه وسلم سيرته فقط شخصه، وربما هجرته إلى مكة والمدينة. أما التفاصيل هذه اللي في السيرة لا يبالون بها أبدا، لا يعطونها قيمة. بل وصل بعضهم إلى أن شكك في وجود الكعبة وفي وجود القرآن، وحتى ادعى من دعا من جهالهم وغلاتهم أن القرآن كتب بعد الرسول ب300 سنة أو نحو من ذلك. فلذلك أنا تكلمت عن هذه المسألة، أنه نعم الحديث والسيرة كان فيها نقل شفهي، لكن ليست الشفهية على بداهة العامة، هي شفهية عالمة.
وش يعني شفهية عالمة؟ معنى ذلك أنها شفهية اختيرت عن علم ومعرفة. لم يكن المسلمون عاجزون عن الكتاب، بدليل أنهم كتبوا القرآن، وبدليل أن الصحابة لم يدخلوا في المصاحف العثمانية إلا الآية المكتوبة. إذن قضية أن الكتابة أضبط من النقل الشفهي، هذا المعنى لم يعرفه المستشرقون اليوم، هذا المعنى المسلمون يعرفونه. والإشارة إلى الكتابة في القرآن وإلى قدر الكتابة واضحة. الله تعالى يقول: نون والقلم وما يسطرون. والله جل وعلا يقول: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، يعني كتبها ممن قبله. فإذا قضية الكتابة كانت معروفة عند المسلمين ودرجتها في الضبط. بل في القرآن شوف القدر لما وصف الله جل وعلا كتابه: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. شوف الربط بين في كتاب وبين لا يضل ربي ولا ينسى. وفي قول الله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك. كتابك وفي الآية الأخرى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إذن فكرة أن الكتابة تضبط أكثر من النقل الشفهي كانت موجودة، والقرآن مليء بها. هل يغفل عنها المسلمون؟ لا يغفلون عنها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لقصد نهى أصحابه عن كتابة الحديث، ولذلك بقي الحديث والسيرة يتداول في الأول شفهيا. فإذا هذا أمر أول، أن المسلمين لم يكونوا غافلين عن قدر الكتابة في الضبط، لكن انتقلوا إلى الكتابة الشفهية عن قصد. وهذا القصد هو انتقلوا إلى النقل الشفهي عن قصد، لأن الرسول نهاهم. ثم هم ماذا فعلوا؟ الذين نقلوا هذه السيرة والذين نقلوا هذه الأحاديث أولا لم يكونوا على بداهة العامة، كانوا أناس معنيون بالحفظ ومعروفين بشدته ومهتمين بتحفظ الأشياء التي ينقلونها، ولذلك كانوا يقارنون. في بعض الأحاديث تجد الشخص يحدثه بالحديث كما هو مشهور عن عمر رضي الله عنه مثلا، يقول له: ائتني بمن يشهد لك. إذن يطابقون بين خبر هذا وخبر هذا الشخص. وكانوا يعرفون أن هذه أخبار متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسيرته. فلذلك أولا هم أناس علماء، وثانيا هم معنيون بهذا النقل عناية تخرجه عن كونه على بداهة العامة. ثم كانوا هذه الشفهية العالمة هذه، بدل أن نقول إنها كانت سببا في ضعف أخبار السيرة وفي ضعف نقلها، الصواب العكس. بها حفظ الحديث والسيرة على وجه لو كان يتناقل بالكتابة ربما فاتتنا بعض تلك الوجوه، وذلك من جهة أن النقل الشفهي وش فائدته؟ وله فوائد كثيرة، لكن أنا أذكر لك ثلاثة فقط، ثلاثة اللي هي ميزات نقل الحديث شفاها ونقل السيرة النبوية شفاها كانت ستفوت هذه الثلاثة لو كان ينقل كتابة. أولا السلامة من التصحيف. أنت تعرف أن كثير من الحروف متشابهة في الصور، والذي يأخذ من الكتب قد يخطئ في القراءة، ولذلك القرآن لا يؤخذ إلا نقلا شفاها. القراءة سنة متبعة، والسلف حذروا من أخذ القرآن عن المصحف كما حذروا من أخذ الحديث عن الصحف، لأن الذي يأخذ من الصحف سيصحف يحرف، لكن الذي يقرأه على الشيخ سيسمع اللفظ بالنقل الصحيح. إذن سلم من التصحيف أولا. ثم سوء الفهم. القراءة من الكتب عندها الأثر تاع سوء الفهم، لكن كما في الكلام الشهري: يظن الغمر أن الكتب تهدي. الكتب فيها غوامض وفيها مزالق، لكن الذي يأخذه عن الشيخ ويقرأه على الشيخ يسلم من هذا، ليس كذلك. هذا شيء ثاني. والشيء الثالث هو أن التواصل الشفهي والتواصل الحضوري بين الآخذ والمأخوذ عنه لا يقتصر على نقل العلم فقط، فيه نقل العلم وفيه نقل السمت والهدي والاقتداء. ومن هنا كان بعض السلف يقول: كان هذا العلم عزيزا لما كان يتداول في صدور الرجال، لما وقع في الكتب تناوله السفلة من الناس، لأنه يصل إلى الكتاب كل أحد. لكن ليأخذ عن العالم سيتربى بهدي ذلك العالم وبسمته، ويستفيد من طريقته في التعامل مع المواقف المختلفة. فعالم يتربى عليه عالم، وعالم يتربى عليه عالم. ولا يزال موجودا في التراجم أنهم يقولون فلان كان يشبه بهدي فلان وأشبه الناس بهديه فلان إلى أن تصل إلى الرسول. لكن هذه المعاني غير موجودة في النقل الكتبي، نقل الكتب. بل بعض العلماء بالغ إلى درجة أنه دفن كتبه حتى لا تقع إلى من ليس لها بأهل،
شوف إذن الشفهية هذه، النقل الشفهي في هذه الفوائد، ومع ذلك كله نقول لهم القول بأنها كانت شفهية هكذا كلها محضا غير صحيح. وقد أثبت هذا من المستشرقين ومن غيرهم من الباحثين، من أثبتوا أن من الصحابة ومن علماء السيرة من كانت لهم مدونات لأنفسهم. صح عن أبان بن عثمان، هذا ابن عثمان بن عفان ومن أوائل من جلس للتحديث بالسيرة النبوية، أنه كان له مجموع في السيرة، كان له مجموع في السيرة النبوية أخذه عنه المغيرة بن عبد الرحمن وكان يعلمه لأبنائه ويوصي به. وصح عن جماعات منهم أنه كان لهم هذيك المكتوب لأنفسهم. عروة بن الزبير كان له مدونات في السيرة، والزهري كان له مدونات في السيرة. وفرق بين أنك تقول لي كل السيرة كانت شفهية وبين أن تكون كاين مدونات. الصحابة كثير منهم كان يكتب. جاء عن عمرو بن حزم أنه كان يجمع كتب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما رد محمد الأعظمي على هذه القضية، قضية الشفهية، جمع من وجد، جمع من الصحابة، نشوف الطبقة الأولى من الرواة عن الرسول من الآخذين عنه، جمع الصحابة الذين أثر عنهم الكتابة أو كان لأحدهم كتاب أو أنه كان يكتب الحديث عن الرسول، أوصلهم إلى 52 صحابيا، أظن 52. هذا عدد كبير. إذا كان 52 صحابي عنده مجاميع مكتوبة، كم في طبقة التابعين، كم في طبقة أتباع التابعين؟ إذن الصواب أنه كان نقلا الأصل فيه نعم كان الشفهية، لكنها شفهية عالمة مستندة إلى مجاميع مكتوبة، ولذلك هي في الضبط والإتقان والقدرة على التحقق منها في الدرجة العالية من الموثوقية. وتستطيع أن تقول مطمئنا، دراسة منصفة، تقول مطمئن كتب السيرة النبوية تاريخ محقق، ليست مجموع مرويات وأخبار لا يمكن التحقق منها، بل هي تاريخ محقق مضبوط